السلام عليكم. أستاذ ماجد بيقول إن أنت كمسلم بتعبد 99 إله، ليه؟ عشان أسماء الله الحسنى 99 التي ذكرت في الكتاب والسنة. طبعا الله سبحانه وتعالى له أسماء أكثر من ذلك، لكن دي اللي ذكرت في الكتاب والسنة. طب يا فندم، يعني إحنا هنا بنتكلم عن الله سبحانه وتعالى وله أسماء. زي أنت كده مثلا عندك يسوع له اسم عمانوئيل مثلا، وبتقول عليه ابن الإنسان، وبتقول عليه ابن الله، وبتقول مثلا يعني عليه المخلص، وبتقول عليه المسيح المنتظر، وبتقول عليه المسيح. يعني في اسماء لنفس الشخص. لكن في المسيحية يا فندم انت مش بتؤمن ان الاب هو نفسه الابن، لا، دول اتنين شخصين مختلفين. الله في المسيحية عبارة عن 3 اشخاص، 3 ذوات، 3 كائنات، 3 كيانات. وده كلام الاباء. وده بالمناسبة لما الحوار بتاع القمص مكاري القمص تدرس، هو ده ما علقش عليه. الاباء كانوا بيقولوا ب3 ذوات، وضربوا امثله ب3 كائنات كاملين: 3 ملائكه، 3 دنانير، 3 خبزات، 3 ابار، 3 اشخاص: ادم وشيث وحواء، وهكذا. 3 شموس، وده اللي هو نفاه برضه. هو قال لا، ما فيش اباء بيضربوا مثال الثالوث ب3 شموس، لا في. وانا ذكرت له المرجع وقتها يعني، بس طبعا المسيحيين مش بيسمعوا. فقبل ما حضرتك تقارن وتقول لي انت عندك 99 اله وكانك كده بتحاول تدافع عن دينك، انت كده حرفيا بتهدم دينك. ليه؟ لان انت كانك بتقول ان لا، احنا ايماننا يا جماعه باقنوم واحد، مش 3 اقانيم. واقنوم يعني شخص او ذات او كيان او كائن بس. ايه راي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم.